غير يسير ولا أعمل في السياسة، لكن أنا خطيب منبر إمام مسجد. اختارني الله أن أكون بين الأكراد. يعني لو أنا كنت في جنوب أفريقيا لقلت لك أنا لا أعرف شيئا عن الأكراد ولا تذكر لي اسم الأكراد، وإنما عندنا مشكلة هي مشكلة الإيدز، نحن مشغولون بها في جنوب أفريقيا. ولو كنت في وسط أفريقيا لتحدثت عن المجاعة، لكن ما دام أنا في كردستان واجبي الإسلامي يحكم علي أن أكون مهتما ببعض هذه الأمور. من هذا الجانب وليس من الجانب السياسي أنا أقول إن واقع الأكراد واقعا مأساوي جدا. إنهم يعانون من تذويب شخصيتهم الثقافية، ولعلها تكون مستقبلا لتذويب شخصيتهم الدينية، لأنه الله سبحانه وتعالى اختار الناس شعوبا وقبائل وأعراقا، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة في العقيدة والسلوك واللون واللغة. هكذا خلقنا الله. لكن حين يأتي أناس ليمارسوا عليك القهر والظلم ليغيروا من شخصيتك ويفتحوا دماغك ليلعبوا بالكمبيوتر الذي هو في داخلك ويقول وكأنه عبارة عن ديسك، أخرج هذا الديسك ويدخل ديسك جديد. هكذا كأن الناس يعبث به. منذ بداية المد الشيوعي في المنطقة تنامى في بلادنا ببركات جمال عبد الناصر الوعي القومي، وتأثر السوريون والعراقيون ودول أخرى بمثل هذا، وكان رائد هذه الفكرة رجل مسيحي اسمه ميشيل عقل. هذا الرجل سطر من بين ما سطر في بنود مهمته أن الوحدة العربية، طبعا المسيحيون راهنوا على الوحدة العربية القومية لأنهم دينيا أقلية. إذا صنف الناس مسلمين وغير مسلمين فلن يكون لهم شأن، فأرادوا أن يكون التصنيف قوميا، وحينئذ نحن عرب. شيخ الأزهر أو حاشا رجل مسيحي في الخمارة، الاثنين عرب من أبناء أبي فلان، فاستوى المكيال. قال ميشيل عقل إن الوحدة العربية لن تكمل إلا بالقضاء على الأمازيغ في الغرب في الجزائر والمغرب، ولأنهم شوكة في أعين الوحدة العربية، إلا بالقضاء على الأمازيغ في الغرب والقضاء على الأكراد في الشرق. طبعا أنا حكما أن أعلم أن مشكلة الأمازيغ هي مشكلة كبيرة ولا أدري إلى أين وصلت، لأنه أنا لم أكن أمازيغيا مختارا الله ولا أكون هناك، لكن أتحدث عن القضية الكردية. ثمة مشكلة كبيرة تطبيقا لهذا المبدأ. نحن في سوريا جاء رجال ميشيل عقل وقالوا يوما ما قد يدعي هؤلاء الأكراد أنهم جزء من كردستان. يعني كردستان هي عبارة عن منطقة بعد اتفاقيات سايكس بيكو وغيرها قسمت، جزء بقي في سوريا وجزء في العراق وجزء في تركيا وجزء في إيران وربما جزء في روسيا وغير ذلك. فقالوا ربما يأتي زمن فيدعي هؤلاء، لأنهم يعلمون أن يعني هذا الواقع لن يستمر، لأن البقاء للشعوب والأنظمة ماضية، فقد يأتي يوم ويدعي هؤلاء أنهم جزء منها. قالوا إذن لنعمل حزاما أمنيا سموه الحزام الأمني العربي. أخذوا خط الحدود التركي السوري جنوبا 10 كيلومتر وقالوا نفرغ هذه المنطقة على طول الحدود من الأكراد. كيف نفرغ المنطقة من الأكراد؟ قالوا نسحب منه جنسيته. سحبوا الجنسية، بعد الجنسية أصدروا أمر أرسلوا القاضي العقاري إلى المنطقة، فكان القاضي العقاري يأتي إلى المنطقة ويقول الرجل عندك طابو سنة تمليك لهذا الأرض؟ يقول نعم هذا سنة تمليك. طيب يا أخي، يقول هذه الهوية حتى أسجله باسمك نحن نحسن أراضي. فيقول أنا مع الأسف لا أملك هوية لأنه في السنة الماضية سحبوا مني الهوية. فيقول له القاضي العقاري مدة 3 أشهر إما أن
أن تثبت جنسيتك وإما الأرض أملاك دولة. طبعا هو غير قادر على أن يؤمن الجنسية لا ب3 أشهر، والآن أصبح هناك 42 سنة والجنسية ما جاءت. فما استطاع يثبت، فنزعوا أيديهم عن هذا ال10 كيلومتر، نسميها خط ال10 الآن، اسم المصطلح الجديد اسمه الخط ال10، خط ال10 كيلومتر. ثم جاءوا بعشائر عربية من مناطق أخرى، جاءوا بهم وأسكنوهم هنا. طبعا الأكراد ظلموا لأنه أخرجت أراضيهم، وطبعا العرب أيضا ظلموا لأن العربي اقتطع من جذوره، اقتطع من أرضه، من بيته، من أهله، من عشيرته، وجاءوا به إلى بيئة غريبة عليه يعني. والناس دائما ينظرون إليه بعين الكراهية والعداوة، لأن القرية هنا هذه قرية كردية، لكن المزارع ليست لهم، المزارع للعرب. فيأتي هذا الرجل العربي يفتح أرض الكردي بجانب داره. يعني كيف هذا لا يحمل بندقيته ويرميه؟ فحتى هذا الرجل العربي مظلوم نفسيا، هو مسكين يشعر أنهم ظلموه يوم جاءوا به وأعطوه أرض الآخرين. هذه مشكلة يعني تقض مضاجع المنطقة، عدم وجود الجنسية لهؤلاء بعد 40 سنة، أراضيهم ما أعيدت إليهم. مشكلة الأطفال يترعرعون في أسرهم إلى 6 سنوات وهو لا يعرف كلمة عربية، هو يتعلم بلغة أمه وأبيه بالكردية. بعد أن يصل إلى سن السادس أو السابع يذهب إلى المدرسة. طبعا ممنوع التكلم باللغة الكردية لا في المدرسة ولا في الدوار ولا غير ذلك. فهذا الطفل الذي لا يعرف كلمة عربية يذهب إلى مدرسة عربية، تصور. وممنوع التكلم أيضا حتى هذا الأستاذ ممنوع أن يقول له قوم يعني يا ابني كطفل صغير، يعني الرغبة. بمجرد ما ترجم الرغبة إذا هو يروج للثقافة الكردية. فمشاكل كثيرة. بالمختصر الواقع هو الحقيقة مر، لكن نحن لا نيأس من رحمة الله. الأكثر مرارة، هذا ربما أمور يعني كل الناس يعرفونها، لكن الشيء الذي أنا أشعر به من خلال المسجد أن هذا الكردي بدأ يشعر أن المسلمين أداروا ظهورهم إليه، تركوه فريسة للمسيحيين ولليهود وللعلمانيين. والأحزاب التي تتحرك الآن لتدافع عن حقه هي أحزاب علمانية. فالكردي الآن يشعر من الذي وقف، من الذي أخذ أراضيه؟ إنها الدولة الإسلامية. هكذا يقولون الدولة الإسلامية. من الذي غير اسمه؟ إنه الدولة الإسلامية. من الذي سحب هويته؟ الدولة الإسلامية. من الذي يقف معه يساعده يدافع عنه؟ أحزاب علمانية شيوعية. فيقول الكل إذا ما شأني أنا بالإسلام؟ ما شأني أنا بالإسلام؟ وكأنه هذا البعثي هو ممثل الإسلام. يعني منذ 2 كان هناك مؤتمر للشباب العالمي في الرياض، أنا شاركت فيه، فقلت لهم أنا أريد أن تأخذوا كردستان العراق نموذج، وأنتم ربما كثير منكم عراقيين تعرفون في كردستان العراق هناك أكثر من جمعية صليبية. يعني هذا الكلام كان منذ 4-5 سنوات، يعني أيام سلطان أحد سلطان. هناك أكثر من 50 جمعية صليبية خيرية تخدم الأكراد، تبني بيوتهم، تحفر لهم الآبار، تبني لهم المشافي. هناك أكثر من مثل هذه الجمعيات تقدم لهم المعونة والطعام والشراب والغذاء والكساء والدواء. هناك كذا فضائية وتلفزيون يتحدثون عن معاناتهم ويتكلمون بلغتهم ويتقربون إليهم من أجل إيصال رسالتهم، في النهاية رسالتهم التبشيرية. قلت لهم بعد كل هذه المعاناة واستعمال الأسلحة الكيماوية والأنفال وكل هذه المآسي، هل تذكرتم أنتم كجمعيات إسلامية، مؤتمرات إسلامية، هل تذكرتم أن تقفوا مع هؤلاء؟ هل عندكم جمعيات تعمل في كردستان العراق؟ نعم، أنا أعلم أن هناك جمعيات إسلامية تعمل في كردستان، لكنها تبني لهم المساجد. المسلمون في كردستان العراق ليسوا بحاجة إلى مساجد يا أخي. يمكن للكردي أن يصلي في أرضه وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. هذا الكردي يشعر أن طفله الذي أصيب
اليوم بحاجة إلى عناية مشددة، بحاجة إلى مشفى، تأتي جمعية إسلامية فتبني مسجد ويختلفون على قضايا لا تسمن بالنسبة للكردي، لا تسمن ولا تغني من جوع. الكردي نزل من الجبل وهو رجل أمي لا يعرف شيئا عن الإسلام، نزل فسمع صوت أذان، قال ما هذا؟ قال يؤذن. قال وما هو الأذان؟ قال ينادي إلى الصلاة. وما هو الصلاة؟ قال يا أخي الصلاة من عماد الدين، من الأركان الخمس التي جاء بها الإسلام، جاء بها رسول الله. وما الإسلام؟ من محمد؟ الكردي صحيح هو أمي ولا يعرف شيء عن الدين، لكن هو بفطرته الجبلية ذكي. فقال لهذا الذي يعني يستجيبه، هذا الآذان هو يضر بالغنم الأحمر؟ هو صاحب غنم ويعلمه بالأحمر، هذا الأذان يضر بالغنم الأحمر؟ قال لا. قال إذا لا شأن لي به. لقد أوصلنا اليوم الكردي المثقف إلى مرحلة الكردي البدوي الذي نزل من الجبل، لدرجة يقول للجمعية الخيرية الإسلامية هل أنت تبني لي مشفى؟ يقول لا. هل أنت تقدم الدواء؟ يقول لا. هل تقدم طعاما وحليبا للأطفال؟ يقول لا. إذا لماذا جئت؟ يقول سنبني لكم مسجدا. يقول لا أذن لي إلى المسجد. نحن أوصلنا إلى هذه المرحلة. قلت لهم هل فكرتم أن تصدروا جريدة باللغة الكردية تخاطب هذا الكردي فتحصنوه عقديا وفقهيا؟ هل هناك تلفزيونات ربع ساعة، هناك 50 فضائية